لقد أكملت 10,000 متابع على قناة اليوتيوب. بجد مش عارفة أشكركم ازاي. رقم أنا فرحت فيه جدا، لأن أنا ما كنتش متوقعة إن أنا هجيب فيوز أو هجيب سبسكرايبرز على اليوتيوب. أنا كنت داخلة تجربة جديدة بالنسبة لي، لأن اللي يعرفني هيعرف إن أنا بعمل فيديوهات ريلز وشورتس وحاجات بسيطة، عمري ما طولت قوي. فكنت حاسة ان انا هبقى رخمة لو عملت يوتيوب، بس الحمد لله انا راضية جدا بالرقم ده. وعشان ال10,000 واول 10,000 نجيبهم على اليوتيوب، قررت ان انا اعمل فيديو اسئلة المتابعين. بان كاي. السلام عليكم، انا اسمي دينا وبقدم محتوى انمي. لو اول مرة تشوفني كمل الفيديو للاخر، لو عجبك ادينا سبسكرايب، وكالعادة ما تنساش تحط لايك على الفيديو ده قبل ما تخرج. وسألت الناس على الانستجرام بتاعي اهو، هتلاقيه في الديسكربشن لو حابين ان انا يسألوني اسئلة. لكن قلت برضو اللي ما عندوش انستجرام نسأل هنا على اليوتيوب، في بوست على اليوتيوب. فوجئت بكم الرسايل والكومنتات والأسئلة كتير جدا، فبعتذر اعتذار شديد اللهجة لكل الناس اللي على الانستجرام، لان انا هكتفي بالأسئلة اللي جات لي على اليوتيوب. احنا مع بعض على طول على الانستجرام وبنجاوب وبنعمل، لكن اليوتيوب ده اول مرة يسألوني، فانا هكتفي بالأسئلة اللي هم جات لي لانها كانت كتير جدا. فاطمة من اكتر الناس اللي دايما بلاقيها كاتبه لي كومنتات. انا بشكرك جدا يا فاطمة، وانا بحاول ارد على الكل طبعا. فانا بشكرك ان انت دايما بتدعميني. بس هي بعتلي 9 اسئله، فكتير قوي ان انا اجاوب على 9 اسئله. احنا هنعمل حادي بدي كروم بزبادي، والسؤال اللي هقف عليه اجاوبه. شخصيتك المفضله من الهشيره؟ للاسف ماليش اي شخصيه مفضله من الهشيره، مفيش ولا واحد فيهم شددني. اتمنى في الافلام اغير رايي. شخصيتك المفضله من بوكو هيرو؟ عايزاه سensei. برضو يمنى كاتبالي 6 اسئله، فكتير قوي ان انا اجاوب على 6 اسئله، هنختار سؤال واحد. اطول انمي اتفرجتي عليه؟ محقق كونان. بتحبي ايرين اكتر ولا ليفاي؟ ليفاي. يا رب تجاوبي على اسئلتي كلها، والله العظيم ما هقدر، لان كل واحد باعت لي 15 سؤال، فمش هعرف اجاوب يا جماعه. مرحبا، انا بحبك كتير، وسؤالي هو لو فيكي تدخلي اي عالم من الانمي، اي عالم تدخلي وليش؟ متابعك من لبنان، اهلا باهل لبنان كلهم على راسي، وبلد جميل نفسي نزوركم مره. انا قلت قبل كده ان انا بحب بلاك كلوفر جدا، واتمنى ادخل عالم بلاك كلوفر، لان السحر بقى والفايتات بالسحر حاجه حلوه جدا. كان ايه هيبقى شعورك لو انمي بليتش مش موجود؟ عادي، ما كنتش هعرفه. بص، بدل انا ما عرفتوش فمش هزعل عليه، فعادي كنت هيبقى عاديه. مين شخصيتك المفضله في ناروتو، وهل منهم ساسكي؟ ساسكي. انا بحب ساسكي، لكن مش من شخصياتي المفضله. انا عندي من شخصيتي المفضله كاكاشي، شيكامارو، اوروتشيمارو ساما. دول بحبهم اكتر من ساسكي يعني، بس ساسكي بحبه طبعا. ايش هو اكتر انمي تشمئزي منه؟ اي انمي تصنيفه مخل، او بيدعم حاجات خارج عن عاداتنا وتقاليدنا وقرف، انا بشمئز منه. ازاي اتعرفتي على اصحابك؟ عايزه اجمع شله انمي زي بتاعتك. وسؤال برضو جالي تاني، ازاي اتعرفتي على ايجي وجين والكلام ده كله؟ احكي لكم الحكايه. انا اولا كنت بعمل زمان، يعني لما دخلت بديت اعمل انمي، كنت بعمل اي ام فيز، اللي هو تجيبي حته من الانمي ده تركبي عليها اغنيه وبتاع. كنت نزلتهم في التيك توك، ورينج ال1000 فيو 500 فيو الكلام ده كله. فكنت قاعده مره بسويت شيرت الشتاء اصلا، وفتحت الكاميرا وعملت فيديو. الفيديو جاب. فبعدين لقيت احد الاشخاص بيكلمني، اللي هي اسمها نارومي، واحده من احسن الناس اللي انا عرفتهم في الكوميونتي هنا، بتقولي في تيم اسمه اوتاكو كلاود لو حابه تنضمي. وانا ساعتها ما كنتش عايزه اعمل صحاب بصراحه، ولا كنت يعني كنت داخله خارجه من كذا موقف مش لطيف، وكنت عايزه ابعد عن الناس كلها. اوت اوف نو وير لقيتني بقول ان انا عايزه ادخل معاكم، قلت لها ماشي انا هدخل معاكم. من احسن الحاجات اللي حصلت لي اصلا من التيك توك والانترنت والكلام ده، ان انا اتعرفت على الناس دي بجد، دول اكتر من اصدقاء واخوات. اسوأ انمي تابعتيه؟ تقريبا سورد ارت اونلاين. هتقولي ليه؟ اقول لك معرفش. ليه تكرهين وان بيس ودراجون بول؟ انا قلت امتى ان انا بكره وان بيس ودراجون بول؟ انا ما شفتهمش، مش معنى كده ان انا بكرههم. حلقاتهم طويله، فانت عايز تبقى حد متفرغ، حد متابع. وان بيس انا ناويه جدا اتابعه، خصوصا الوان بيس اللي هينزل الجديد اللي هو ملخص من ويت. فانا ما بكرهش الاتنين. دراجون بول كنت بتفرج عليه وانا صغيره في سبيستون كتير. افضل 10 بنات بتحبيهم، افضل 10 ولاد بتكرهيهم، افضل 10 الكلام ده كله يا جماعه هعمله فيديوهات لوحدها، انتظروا مني كل ده ما تقلقوش. ايه الانمي اللي دخلك عالم الاوتاكو؟ قلت قبل كده يا جماعه ان هو هانتر اكس هانتر. انا كنت طبعا في عالم الاوتاكو من وانا صغيره، من ايام سبيستون، لكن الانمي اللي انا بداته بالياباني ودورت وعرفت ان في حاجه اسمها بقى ما بعد ده بلاك سبيستون، هو كان هانتر. ليه الناس بتشوف متابعين الانمي مختلين؟ هقول لك ليه يا سيدي. عشان بنيجي احنا او بعض الناس تحط نفسها في نمط ان احنا بنشوف ال 18,000 حلقة في اليوم،
في ناس بتعمل كده من الأوتاكو، وده غلط طبعًا. إن إحنا ناس قافلة على نفسنا، عايشين جوّه الأنمي، ما بنفكّرش غير في الأنمي، بناكل أنمي، نشرب ما فيش الكلام ده. في ناس كده طبعًا، في ناس كده من كل حاجة، أي حد بيتابع أي حاجة هتلاقي ناس بتبقى مبالغة في المتابعة، لكن في ناس عادية بيشتغلوا وعندهم صحاب وبيذاكروا وبيعملوا وبيتفرّجوا على الأنمي، لإن الأنمي فَن حلو جدًا ومهدور حقّه. فللأسف بتصرفات الأوتاكوز والمبالغة في الدفاع عن شخصيات وشتيمة حد، لو قال لك مثلًا الأنمي ده وحش تروح شاتمه، خلصتي؟ طب وان بيس عمك. ده اللي بيخلّي الناس تاخد نظرة سيئة جدًا على الأوتاكوز ويقولوا إن هم مجانين أو دايمًا مش مرتبطين بالواقع. إيه أكتر لون بتحبيه؟ ده سؤال لطيف بصراحة. أنا باحب اللون الأسود وباحب الأزرق والأحمر. أكتر رقم بتحبيه رقم 22، الأهلاوية هيعرفوا ليه. والآن مع أكتر سؤال اتكرر، يعني شوف أنا جالي كام سؤال، تقريبًا أكتر من 3/4 الأسئلة كلها بتسألني هذا السؤال: كم عمرِك؟ عندِك كام سنة؟ يا جماعة أنا مش صغننة ولا لسه بدرس، أنا مخلصة دراسة إعلام من فترة طويلة يعني. ليه انتي مش بتقولي انت عندك كام سنة؟ عشان أنا في الأول كنت بطلع، حتى لو رجعت قوي للتيك توك زمان أنا كنت طالعة قايلة أنا عندي كام سنة، لكن في بدأت ناس بقى في الكومنتات تستظرف تخف دمها، وأنا زمان كنت بزعل، دلوقتي أنا بزعل أكتر. أنا عمري مكون من رقمين زي بعض ومش في العشرينات. ايه اكتر شخصية مظلومة من الفانز في قاتل الشياطين؟ وما تقوليش موزان يستاهل، عاملين انتوا حملة ضد موزي، مش فاهماكوا. اكتر شخصية مظلومة، بحس ان مفيش شخصيات مظلومة، لا انا كل الانمي بصراحة واخد مركزه جدا. انا اختك من مصر، بحبك جدا، نفسي تعملي فيديوهات ترشيح انمي من مختلف الانواع وتكون مش مشهورة، وتعملي سلسلة فيديوهات بقى من اللي قلبك يحبها، لان الشورتس مش كفاية، انا بحب اشوفك. تسلمي لي والله العظيم. الكلام اهو ده بقى، الكلام ده اللي يرفع معنوياتك فوق. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، ان شاء الله الفترة الجاية هنتكلم بقى عن القناة، هنعمل فيها ايه باذن الله، هنلخص فيها انميات، خصوصا الانميات اللي جديدة اللي نازلة. يعني انت على شهر 10 هينزل لك بليتش، وهينزل لك بلولوك، وهينزل لك سولو ليفلينج. قبل ما ينزلوا ان شاء الله انا هعمل ليهم تلخيص، بحيث اللي ما شافهمش يتفرج على التلخيص ويدخل معانا على الجزء الجديد على طول. وبرضو لو بتقترحوا اي حاجه وحابين ان انا اتكلم في موضوع معين على الفيديو، اكتبوا لي في الكومنتات. ازاي اتشيجو اتدرب 3 ايام عشان يعمل البانكاي؟ طب يعني احرق يعني مثلا؟ اهو ده بقى الحته دايما الناس اللي ما بتحبش بليتش او شايفه ان بليتش مش واخد، يعني واخد زياده عن اللزوم، يقولك هو ازاي خد البانكاي في 3. يا ابني اتشيجو مش شخص عادي، انا مش هحرق. اتشيجو مش شخص عادي، اتفرج واعرف هو مش عادي ليه انتي احلى واحده في الدنيا. بدي اسالك شنو اكتر انمي مظلوم بالنسبه لك؟ لا في انميات كتير قوي، وده هنعمل برضو فيديو لوحده، بس تقريبا بالنسبه لي انا دكتور ستون. هدفك، عمرك، طولك، اقصر نعمل بطاقة ولا ايه؟ طولي انا مش طويلة، 100 حاجة و60، ما قستش اخر مرة بصراحة. اذا خيروكي تنسي انمي وتعيديه، ايش راح يكون هذا الانمي؟ هقول لك بليتش، هتتخنقوا مني. ممكن كونان ماشي. عايزة انساه صراحة. ما نوع الالعاب الالكترونية المفضلة ليكي؟ انا عندي بلاي ستيشن، بلعب فيفا. لو كنتي بعالم الانمي اي شخصية تختاري؟ لا لا لا، ده سؤال صعب ده قوي. في شخصيات كتير جدًا، بس لو أنا كنت موجودة يعني كان نفسي أبقى ميريليونا من بلاك كلوفر. أحسن شخصية أنمي عندِك؟ لأ عندي شخصيات كتير أوي، كتير أوي باحبهم وهُم أحسن، فهنعمل فيهم فيديو. كيف صرت أوتاكو؟ فتحت، كنت راجعة مستقيلة من الشغل، فتحت لقيت سبيستون بتذيع القناص، ووقّفوا بعد شوية تابعت الحلقات وبعدين وقّفوا. دورت على الجوجل عشان اشوف في حاجة مكملة ولا لأ، طلع ان في جزء بالياباني، فخدت الريسك واتفرجت عليه، وطبعا بقيت دلوقتي اوتاكو. ايه الانمي اللي انا اقدر اتفرج عليه؟ انا عندي 11 سنة وخايفة اتفرج على حاجة، ردي بليز، بحبك قوي بحب افكار الريلز بتاعتك، شكرا بجد يعني. انتي عسل قوي. بصي انا ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على طول هديكي شوية انميات تتفرجي عليهم وانتي قاعدة كده ولا همك، مفهومش اي حاجة وهيبقوا حلوين جدا ليكي. كام انمي تابعتي؟ بليز ردي على سؤالي، نفسي اطلع في فيديوهاتك، نورتني. كام انمي؟ لا معرفش بصراحة، يعني انا تابعت كتير يعني، بس هم لا يتجاوزوا 70 80 انمي يعني، مش عارفة، ما اعتقدش ان انا وصلت لل100. ايه اكتر شخصية زعلتي لما ماتت في الانمي عموما؟ اروين سميث. اروين سميث كان، انا فاكرة كان في رمضان وصيام، وانا زي العبيطة عمالة اعيط لدرجة ان ريقي نشف. لأ، مش هتتكرر تاني دي صراحة. ولغاية هنا تمام، أنا يعني بجد، بجد يا جماعة أنا باشكر أي حد
تعب نفسه ودخل كتب كومنت بالنسبه لي يقول لي مبروك او يقول لي سؤال عايز يساله لي، ده شرف ليا ان انت تعبت نفسك ودخلت وكتبت كومنت. لو حد ما ظهرش يبقى ده حاجه سهوه مني، انا اسفه جدا، مش قصدي ما ظهرش حد. وتاكدوا ان ده ليس الفيديو الاخير، في فيديوهات كتيره قوي هناخد فيها تعليقاتكم، اجاباتكم، اسئلتكم، كل ده اللي هنعمله. هنظهر مع بعض، احنا مع بعض ان شاء الله على طول. والتاني مره بشكركم على دعمكم الدايم ليا، وان شاء الله ان شاء الله لو وصلنا ل20,000 والفيديو ده عجبكم هنعمل فيديو اسئله تاني، للي ما سؤاله ما ظهرش هنا يظهر المره الجايه. وشكرا، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.